بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا يا حبايبي كده نشوف هنعمل ايه. أنا النهارده جيب، بصوا الجزر ده انا كنت جايبه 2 كيلو ب5 جنيه. بس قشرتهم وسبتهم كده في التلاجة، فهو عطف لون كده مبيض كده، بس هو زي العسل كده من جوه وشكله جميل. بس انا كنت قشرته وسبته كده في الايه، في التلاجة من غير ما اقطعه يوم. فتعالوا يا حبايبي هنعمل 3 وصفات جمال. انا جايبه 2 كيلو ب5 جنيه، هنستفاد من الفيديو ده جميل جدا. هنعمل 3 وصفات في وقت واحد من الجزر، رخيص جدا. 2 كيلو ب5 جنيه حلو قوي، وهنعمل منه 3 وصفات حلوين وزي الفل. انا جبت الجزر بتاعنا بعد ما كنت حاطاه في التلاجة، طلعته غسلته وبشرت من هنا كيلو جزر. يعني انا كده اللي انا بشرتهم كده هو كيلو جزر يعني. بالويم كده هم ايه كيلو. جيت هنا بشرته بشر ناعم اهو بالمبشره بتاعتنا. وجبت هنا حله بقى هنعمل منه ايه اول وصفه معانا. هنبدا بقى كده ايه، نحط الحله كده على النار، او تحطها من غير ما تولع. انا كنت لسه ما حطيتش يعني ما ولعتش النار لسه. جبت الحله بتاعتنا ما فيش فيها ولا نقطه ميه، بصوا بقى، ونزلت بالجزر المبشور، لا حطيته في تلاجة ولا حطيته ولا بيته عليه السكر ولا اي حاجه. في نفس الوقت في ثواني كده واحنا واقفين هنعمل 3 وصفات زي الفل. حطيت عليه هنا كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع سكر، لان الجزر بتاعنا يا حبايبي على قد ما هو رخيص بس عسل نحل، عسل نحل كده. انا جبت هنا عود قرفه والكوبايه وربع سكر مع كميه الجزر اللي بشرناها دول، هنسيبها على نار هاديه كده مع نفسها. جينا بقى للوصفه التانيه. الوصفه التانيه بقى هنعمل وصفة برضو من الجزر، وصفة جميلة. طبعا احنا في موسم الجزر يا حبايبي، واحلى وقت واحلى. عايزة تفرزي هاتي في نفس في الشهر ده، هاتي فرزي. عايزة تعملي وصفات منه تأكلي الولاد وتغذيهم من الجزر، هاتي في الشهر اللي احنا فيه ده، بيبقى الموسم كده جميل والحاجة في ميعادها بتبقى جميل. انا جبت هنا برضو حوالي، بصوا يعني نص كيلو جزر، قمت جايه مقطعاه وهن ايه، وهنسلقه. ديت الوصفة التانية. جبت هنا كسرولة حطيتها على البوتاجاز وحطيت فيها شوية مية، وقطعت الجزر وغسلته وحطيته كده ايه يستوي كده، وهغطي عليه يستوي مع نفسه كده. وهسيبه برضو هو والمربى على نار هادية كده يستوي. جيت هنا بقى قطعت كمان النص كيلو التاني، هما النص كيلو الجزر اللي كان باقي معانا قطعته كده، هخلي احلى مخلل شويه جزر جمال جدا. بصوا قطعت عليه قشر، انا كنت جايبه سفندي كده، غسلت السفندي زي الفل كده، غسلت قشر السفندي. وقطعت عليه كمان قرن فلفل احمر، يعني حراق. وقلت ايه هحدق منه برطمان صغير كده يبقى مخلل زي الفل. بصوا انا جبت هنا بقى على وشه كده، اللي جبت ميه كوبايتين ميه وحطيت فيهم معلقتين ملح، وعباد بقى الجزر والفلفل اللي انا مقطعاه في القرن سبايس كده، يدي بقى طعم للجزر المخلل الجميل جدا، ولا خل ولا اي حاجه، هو الماء والملح. وان كنت هتقطع عليه قرن فلفل حراق، قرن فلفل اخضر كده حراق برضو، وغطيته كده وسبته بقى مع نفسه ايه، يتخلل. برضو المربى بتاعتنا خلاص بدأت خشت اهي تستوي خالص اهيت. انا بعد ما حطيتها كده على النار بالقرفة، حطيتها كده حوالي ربع ساعة، نزلت هنا بليمونة كبيرة عصرتها وصفتها من البذر وحطيتها على المربى. هنا بقى الوصفة التالتة، خلاص الجزر خلاص على النار، اللي احنا هنعمل بالوصفة التالتة بقى. خلاص المربى بتاعتنا بصوا استوت اهي خالص. انا كده همكتها كده بالمعلقه، بصوا دايبه، شوفوا بقت ناعمه وجميله ازاي. ولا ميه ولا اي حاجه، ولا بقى حطت لها ولا ملح ليمون ولا حاجه، هي الليمونه اللي انا عصرتها عليها، واحلى مربى جزر. جبت هنا بقى الوصفه الثالثه بتاعتنا، جبت الجزر كده ضربته في الخلاط بعد ما استوى وبرد. وهنعمل بقى احلى تحليه بقى للولاد ياكلوها دافيه كده جميله. حطيت هنا عليها معلقه صغيره فانيليا، وكمان مع كوبايه الا ربع سكر. السكر ده حسب رغبتك يعني. جبت هنا بقى كوبايه لبن، كوبايه الا ربع كده لبن، وعشان ايه هدوب فيها ايه 3 معالق كبار نشا. كمان انا ما بعرفش املى المعلقه قوي لان ماسكه التليفون بايد، بس هما 3 معالق كبار مليانين كده. نزلت بقى بالفانيليا كده، وكمان كنت دوبت السكر بالجزر اللي احنا ضربناه في الخلاط، وحطيت عليه الفانيليا، وكمان دوبت كوبايه 3 معالق نشا في كوبايه الا ربع لبن وحليب يعني. وجيت بقى ايه، نزلت بقى على الجزر بتاعنا بقى، حاجه مهلبيه جزر تحفه وجميله جميله ومغذيه ومفيده للولاد. اكلها بقى للولاد في الوقت اللي احنا فيه ده في الشتاء يا حبايبي، عايزين حاجه حلوه وتكون دافيه. سيبها بقى اما تدفى شويه وتهدى، بس ما تاكلهاش سخنه، لا تهدى، ما تدخلهاش التلاجة، ما ياكلوهاش سقعان.
سيبها تدفى وياكلوها بقى دافيه كده، تدفي الولاد. جميله جميله، وصفه جميله. مربى اللي هي اللي مهلبيه الجزر دي بتبقى روعه وجميله، وفي نفس الوقت مغذيه وحلوه وكلها فوائد للولاد. بصوا بقى، هنبدأ بقى نجيب ايه اللي هي اللي عندك بقى، كاسات عندك، مطبقيات عندك. يعني انا عندي بولات ازاز صغيره كده. هنبدأ بقى ايه نجيب كده المهلبيه، ونحطها بقى في المطابق بقى الازاز دي، او عندك اي حاجه، عندك اي حاجه، كوبايات اي حاجه، وحط لهم بقى المهلبيه كده بقى دافيه جميله. استني بقى اما تهدى خالص وبس تكون دافيه، والولاد ياكلوها بالمعلقه كده، حاجه رهيبه وجميله، وريحتها الفانيليا مخليها جميله. احلى واطعم مهلبيه هتاكلها للولاد وهتدفيهم وزي الفل، وهشكرك عليها. حط لها بقى عليها بقى، زينها بقى بحبه مكسرات. عندك، انا عندي هنا زبيب، حط بقى هنا بشويه زبيب. عندك فول سوداني، عندك اي حاجات مكسرات عندك حطي. انا فيه عندي عندي بنت ما بتحبش الجوز الهند، هعمل كده 3 احط عليهم بس ايه، زبيب، والتانيين هحط عليهم ايه، جوز الهند كده، جوز الهند ناعم. وكمان وكمان ايه، حبة زبيب كده كمان. ويبقى احلى واجمل تحلية جميلة جميلة للولاد ياكلوها، تدفيهم وزي الفل. طبعا في الصيف بندخلها التلاجة، في الصيف، بتبقى عشان عايزين ناكلها برد. اي حاجه مهلبيه او اي تحليه بتعمليها بتدخلها التلاجة عشان في الصيف عايزين حاجه بارده. لكن احنا في الشتاء عايزين حاجه تدفينا كده، تكون هاديه، يعني مش بارده، لا هاديه كده، يكون سقعت كده بس لسه فيها تدفيه كده شويه. واحلى واجمل مهلبيه 3 وصفات جمال يا حبايبي: المخلل والمهلبيه والمربى. 3 وصفات جميل حلو وحادق من الجزر، اللي هما الاتنين ب5 جنيه. جزر 2 ب5 جنيه جمال، نفعهم وعملوا احلى وصفات، واحلى 3 وصفات عملتهم معاكم. هنبدأ بقى ايه، احنا خلاص بقى المربى سيبناها بتاع المهلبية سيبناها كده على جنب تهدى. وهنبدأ بقى المربى بقى سقعت خالص، ما تعبيهاش وهي سخنة خالص. بصوا، متماسكة كده وما فيش فيها ولا اي سوائل ولا اي حاجة. هتبدأ تحطها بقى في برطمانات كده، برطمانات صغيرة عندك دول مكان مربى برضو. وعلبات الجوز البرطمانات كده زي ما انتم شايفين. وهنسيبها وهنغطيهم بقى. بصوا، احلى مربى بقى اعملها بقى في سندوتشات للولاد، حبه كده في طبق يفطروا بيهم على الفطار. جميله جميله جدا. وده كان الفيديو بتاعنا يا حبايبي، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه. كل حبايبي المتابعين، اشكركم جدا جدا على كلامكم الجميل وتعليقاتكم ومتابعتكم ليا، بشكركم جدا جدا. احلى مربى واجمل مربى هتعملها في البيت. والله انا عملت الفيديو ده يا حبايبي ما قعد نص ساعه. كنت عامله ال3 وصفات اللي احنا اللي انتوا شايفينهم دول من الجزر. يعني بصي، هتبقى جزر واعملي بوصفات بقى جميله. اعملي بقى فرزي، اعملي حلويات للعيال، اعملي مربى، اعملي مخلل كده. طب برطمان صغير على قدك كده حلو جنب الاكل، جميل جدا. وده كان الفيديو بتاعنا يا حبايبي، واشوف وشكم على خير.